السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده معانا عمايل البسبوسة. هنشوف المقادير ونعمل طريقة التحضير. معانا كوباية سكر، واحدة فانيليا، كوباية إلا ربع لبن، كوباية إلا ربع سمنة، نص معلقة بيكنج باودر، ذرة من الملح. أول حاجة نعملها، ومعانا نص كيلو دقيق سمين. أول حاجة هنعملها إن إحنا هنمسك كوباية السكر كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وكوباية اللبن، كوباية إلا ربع لبن، وكوباية إلا ربع سمنة، ومعلقتين من عسل الجلوكوز. ما عنديش عسل الجلوكوز، اعمل ايه؟ هقف المقادير؟ طبعا لا، هعمل شربات بتاع الكنافه او الجلاش، واقوم واخده معلقتين من عسل الجلوكوز ومحطهم على اللبن والحاجات المقادير اللي انا حطيتها دي كلها، واحط ورقه فانيليا، واقوم احطهم فوري على البوتاجاز. لازم يكون دافي معايا، لازم اسيح الحاجات دي كلها معايا دقيقه واحده وارجع لكم. دلوقتي طبعا احنا معانا نص كيلو من سميد البسبوسه، هنحط عليها ورقه فانيليا وذره من الملح ونص معلقه بيكنج باودر، واقلبهم كويس. طبعا انا رحت سيحت السمنه مع السكر مع اللبن. ليه عملت الحركه دي؟ عشان خاطر البسبوسه تبقى يابسه معايا. هبدأ أحط المقادير دي كلها على نص كيلو البسبوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. نبدأ نعمل إيه بقى؟ البسبوسة أهم حاجة فيها إن ما تتعجنش كتير. ليه؟ عشان ما تنشفش معاكي. وأبدأ أقلبها كده من تحت، بص بطراطيف صوابعي، بص بالراحة قوي قوي من تحت فوق كده، بص ما أعجنهاش، اقلبها بالراحه. ادخل بس المقادير في السوائل دي كده اهي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. ما بقلبش في البسبوسه، انا بعمل بطراطيف صوابعي، بدخل المقادير في السوائل دي، لاني لو عجنتها هتنشف منك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هكون دهنه الصينيه بتاعت البسبوسه، وابدا افضي المقادير دي كلها فين؟ في الصينيه. امسك بقى البسبوسه دي كده، اعمل ايه؟ اعمل كده اهزها كده واضرب كده اهي 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 كده، وابدا اغطيها تلت ساعه. عشان ايه؟ عشان حاطه فيها بيكنج باودر ترتاح شويه لمده تلت ساعه. طبعا هتسالوني تقولي انت ما فتحتيش البوتاجاز قبلها ليه؟ لان دي هتقعد تلت ساعه متغطيه. عقبال ما اغطيها وكده اكون فتحت الفرن على 170 او 180 في الشبكه اللي في النص، ما افتحش الشوايه، ان يكون البوتاجاز مولع من تحت بس 180 ويكون سخن. في تلت ساعه دي هيكون البوتاجاز سخن. هنبدا ندخل البسبوسه وان شاء الله هرجع معاكم عشان نشوف مقادير الشربات. رجعت لكم يا حبايبي بعد ما عملت صينيه البسبوسه وريحتها. هريحها تلت ساعه. هنعرف مقادير الشربات. كوبايتين من السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. اهم حاجه بقى في الشربات يا حبايبي، تقلبوه كويس قبل ما تحطوه على النار. تقلبوه كده، وبعد ما تقلبوه تحطوه على النار. بص يا دوب بالظبط ما يكملش 10 دقايق. عايزاه شربات خفيف مش تقيل، يا دوب يقلب مفيش 10 دقايق او 5 دقايق كمان يقلب. لو عندك معلقه سمنه بلدي حطيها بعد ما يستوي. ما عندكيش
خلاص ما تحطيش. يبقى احنا حطينا كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، وهندوبهم كده ونحطهم على النار يا دوب يغلي، ما يتعقدش زي بتاع الكنافه، لا شربات البسبوسه غير خالص، يا دوب يقلب بس، يعني يغلي غلوتين كده واقفلي عليه. وتلت ساعه ان شاء الله باذن الله هدخل البسبوسه الفرن واطلعها لكم واوريها لكم باذن الله. تاكلوا احلى بسبوسه كلتها في حياتي، واللي كل بسبوستي عارف انا بقول ايه كويس. الحمد لله. ودلوقتي رجعنا تاني وطلعنا البسبوسه من الفرن اهي، والشربات سخن والبسبوسه سخنه وتسقي كده على طول. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اكبر. بسم الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما تخافوش الشربات هتقولوا ده عالي وكتير، لا ده هيشرب كل الكلام ده، بس اول ما تسقوها كده خالص تقوموا مغطيينها، تغطوا البسبوسه. البسبوسه هتتشرب واوريها لكم ان شاء الله بعد ما تتشرب. ودلوقتي عدى 5 دقايق والبسبوسه اتشربت اهي، وبصي حطي ايدك كده هتلاقيها بصي طريه خالص. 5 دقايق بالظبط كل ده هيكون اتشرب. ودلوقتي هقطعها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. اديني قطعتها معاكم، شربت الشربات خالص وطريه جدا جدا. جربوها ومش هتندموا ان شاء الله. هطلعها من الصينيه واحطها لكم واوريها لكم. ودلوقتي بعد ما قطعنا البسبوسه اهي طريه خالص قدامكم اهي، ودوقوها وجربوها مش هتندموا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.